أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد. السيغي ثمان بغي غد شرك ذين وأن المشاعر يغيلان للأسف الشديد يدمى لها القلب. الحاجة لنا يثمى قريح وتعلم مرة ونزمر ثرى أنفردتي صغر بال قلق نسعيش يثمى الواقع، وهذا هو الواقع المرير. ويغدي ويثمى أنه نهضر في اللاس. كان من المفروض صح نهضر تشومي ديوينا ديرين بعد رمضان، من بعد ميلا نتعيش قرنطانا يثمى حلاوة الإيمان، طاعات، عبادات، صلاة، قيام، نأكل ما لذ وطاب من الأطعمة، ونشرب ما نشاء من الأشربة. ولكن يثمى غدنا في مثل غذينا يعانون ويقتلون ويشردون، شيوخ يشردون ويقتلون، أطفال تقطع رؤوسهم، ونساء ترمل، ورجال لذكر غيثما عثوا في الأرض فسادا. عثوا في الأرض فسادا. ويغيثما واقع مرير للأسف الشديد لما تعيشه الأمة الإسلامية من الضعف والهوان والذل عبر التاريخ يثمى. ولكن لا نيأس رحمة رب العالمين. نعلم راح النصر دياس الزاف، ولكن نشخص الداء. نهضر ذا شومي لاند الهلاش من الخذلان من بني جلدتنا، ومن وصمة العار على حكام المسلمين أجمعين، ومن تخاذل العالم الغربي يتبين الحقيقين الذين يدعون الإنسانية. فرغيث ما كل شيء توكشفت باش كان على المثيثما أنه الصراع يدلان هو صراع بين الحق والباطل، وصراع بين الإيمان والكفر، لا شك فيه. أردي وينسعوا أنقر من الشك أن الصراع صراع قديم. صراع قديم هو صراع بين الكفر والإيمان، صراع بين الإسلام وأعداء الإسلام، صراع ممن أراد أن يمحو جذور الإسلام. ولكن كنغيثما للأسف الشديد يصدق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما دينا مشبح بين تظل ثربين الإسلام فلاس يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الحديثين غيثما إن في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرن، وهذا ما نعيشه ولين غين تعيش. أنه راح أدي لحق الوقت، أدي لحق يوم الزمان، أنه يعذرنا ربي أكين غرد نجمع الفنان، أكين غرد غلي فنان. هذا هو نختشن بل كان ذا فنخكس مرة كسق الدنيا أذمحون الإسلام مرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. والله قال له كان ذا فنخ محون القاع
ما بغى نسلم نغذ عوض نسلم اسم يمسلمني حبنا غيثما حبنا أبدا. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ومع أعوانهم من ضعاف النفوس. فغنيك راح أدي الحق الوقت نجمع في الله ونكم تشن كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يشبه هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمين رديا وين التبصير نسكسونا غتبصير المكلا كان غد نجمع عليك لك هذا الشيء. ننس يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ما ردسنا نجمع وين يشهدوا مسلال وين يدي تبين الهوان وين يدي تبين الضعف مسلمين. ننس يا رسول الله ما رد نجمع نكن في اللنا نكني قل وقت غني لي قل لأنه الصحابة رضوان الله عليهم قل وقت لن تعيشن أحلى أيام الإسلام أزهى أيام الإسلام إلا غير صريفنا رب العالمين إلا غير مكنيثنا رب العالمين على قوتين عظميتين قل وقت وهما الروم والفرس. إلا نقول وقت نغفرن زمان شبيثنت ماريكان وحيد الروس. ولكن ينصرفنا رب العالمين يفتح رب العالمين الإسلامي الداع إلى العالم أجمع وما زال ذي الدور رغم أنوف الحاقدين. ننس يا رسول الله قال وقتني غني ليك نقل قلة ناس لا بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد ننس يا رسول الله ما يلاقي الوقت غادي نيكني القلاع وكنا ذي الحقنا درجة عندنا خدشنا ذي المكلع الناس بالكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن ولا ينزعن من صدور أعدائكم الرعب يعني الخوف. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إني من تعيش ثمان ثورة نكني قريب ناخذ السيني مليار نديم سلمن وحين تكمش ديوذاين ذي الأعوان إنسان الظلم هذا الكفار ونزمر نخدموا ذا الكرام كفار قريش إلى تسعان النيف خير النوع سعان النيف خير النوع. أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبني هاشم هلكا تعلم يدنا نمسلي غيثما. لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجبال لمدة 3 سنوات وعاشوا الويلات ونالوا المجاعة ومنهم من يأكلون الورق سلقوان الشر كرند الأخوال الإنسان الدريان الأخوال الإنسان إيلاند الكفار ماشي من باضي مسلمين ورومين الناس نبي ورومين الناس الدين إنسان ولكن تجاثن الغيراني الحمية الجاهلية كردنا ناس أنا أكل الطعام أنشنكني المكلة ونلس اللبسة ونستسير وننعم والخوال نغذور لنا السفرين. ولهذا شو خدمنا نقضوا تلك الصحيفة يجعلتهم رب العالمين السباق يقلد النبي الوحيد بني هاشم قلد قريش إلى مكة المكرمة فيمكن يوم زمير من بكلمة صح الذكر يوانا كيني الشيخ لا ثأثر تقولي كان في بطل ود نخدم ولا ذكرى لا نقرأ الهضور أهضر ولاش ادعونا قيم ولاش الصح أويد قبلي تنسسلح صح نعلم والله ديني غير نبغى نشوف ولا وناك لا يكان إقرحا ولا وننو نبغى غاد نشوف غيني لا نقول ونو على الأقل نبرأ إلى الله عز وجل
على الأقل نبرأ إلى الله عز وجل أن ننكر المنكرين. على الأقل دنيني غاكني مدينان بني إسرائيل قل وخني وذين ولعلهم يتقون. أسمي إلا نكرن القوم إنسان إلا نتحيلهم فرب العالمين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة فكرت طائفة منهم فانكر كان شيئا. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعبدي لقد وعظ لعبدي لقد ذكر لعبدي لقد نهو إيوا شو باش كذي برأر ذي مينس أمام الله عز وجل. الطائفين اسمي يذكرن نكرن هضرن انهان برأل ذي ما صنغور رب العالمين. ميدي وسام العذاب رب العالمين إن جاء رب العالمين طائفة نغيلان نهان في المنكر. فلما عتوا عن أمر ربهم نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. الأمة الإسلامية مرة ولا حراك دايما دي تبين هوان الأمة الإسلامية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ويشي ماشي كان أخرجوا من ديارهم بغير حق ويشي توافق نخا من إنسان سنوه الدريان سن بغير حق. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله شو شدنا رب العالمين ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخره. بمعنى أنه أعذور بما سمرا دياس هذي بغو أكيا وين الخير ثمورثينيش هذي بغو كيكس الدينينيش شو شرف تتقابلت تتقابل سيوث الحاجة الجهاد ثوال ما يثمان اسم الجهاد هي ذي غينيس خوافه ذي غينيس خوافه. فرنسا غاسمينيش كشم ذا ذي الجزائر شو غيفغل فرنسا الحلاوة فغل بفضل الله أولا ثم بفضل المجاهدين. بفضل المجاهدين كلمة الجهادين غيثما بغن بكل ما أوتوا من قوة أنه متحرفا أمشي صغارا غار ناس الإرهاب إلى قختشكش من وقروين بدرع أنه ولاش الجهاد وإنما ذا الإرهاب تسمى غاميش شي غايتكشم تاع رخاميو أيتكشم تاع ثمورثينو ويثوث ثمورثينو ويثكرت خاميو ويثوث خاميو شي ماشي ذا الإرهاب شي ماشي ذا الظالم مرد كيرغن كي ناض ديفونديغ فو خامي وديفونديغ في ثمورثيو أي تسمي ذا الإرهاب. لا ماشي ذا الإرهاب ويد الجهاد ويد الجهاد في سبيل الله ويغي تسقدنا يثما. ولكن ما عسانا نقول شو ردنيني ما عسانا إلا أن نقول اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. أسمين يعلم أنه يعذون ربيع عالم من أين تؤكل الكتف عالم أن دغيث تشوش الأمة الإسلامية وعالم أن درغت تسوش الأمة الإسلامية وعالم أن درغت تسوخذن الأمة الإسلامية ميلا في تسواش تسوخذ قدينيس دون غير الهوى دون غير الذل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام النادي بنغد أنه يمسن من أهن صرار رب العالمين حشم وغالن حشم قلنا الدين انسن
ومرض قرنا الدين إنسان وذ نصر الدين إنسان وذ حفظ الدين إنسان وذ دفع في الدين إنسان إيمان أخي نصر بالعالمين. وما إلا ثورة من طلب الجهاد ولكن نقلا ونزمير راه نجاهد من با تنفسيتنا ونزمير راه من با غاد نكرا نزال الفجر ونزمير راه من با غنحفظ صلواتنا ونزمير راه من با غنحفظ ديننا ورب العالمين الناد. ما إلا تحفظ ما رب العالمين يكون يحفظ رب العالمين. أمشي نحفظ رب العالمين أمشي ننصر رب العالمين أنصر الدين بإقامة شرائع أنسقوم الشريعة الإسلامية ما راه نسقوم كاين إما نخي نصر رب العالمين. ولكن إلى هذه الدرجة ذي الهوان ذي الذل والضعف لم يمر عبر التاريخ. ورب العالمين دي شو ديننا وهي أقل الواجب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ما إلا طلب لكم دي وكنا تنصروا فعليكم النصر. يا للأسف يثما. ولكن ابشرغد النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى الأمة الإسلامية يثما قد تضعف زمرت تغليد مراحل أكني يتعدى الدفير وما زالت تعديد إلى أن يشاء الله. الأمة الإسلامية أتعديد المراحل تضعف أتعديد المراحل تهلك. نعم تمرض تضعف ولكن لن تموت. ذي المحالة مثيثنا. ولهذا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم النصر عند دين النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يقتل المسلم اليهودي فيختبئ اليهودي وراء الشجر وراء الحجر فيقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. فهي بشرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه راح أديس الوقت أظن نصر نمسلم أظهر نمسلم ولكن أي وقت أسمارة فغنير جازل وراح يبشرى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشرى ويشيدير جازل إلا بحق حتى رب العالمين اسمه سنير جازل. سورة الأحزاب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أكل نسمى رب العالمين. إرجازن ليس بمعنى أنه في مقابل النساء وإنما يقصد رب العالمين اذكر ديث من الرجولة في موضعين بالقرآن الكريم بمعنى ما في ركزة كنس نقارن كنس القبائل إرجازن بحق. سورة الأحزاب رجال صدقوا صدقا ضرب ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكسورة النور يدينا رب العالمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال كم المثل رجال دير جزم نوث دير جزم يا رب في نخف ضرب بما نعلم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنا يمير جزم ويكرا نصر بالعالمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام راح أدي الحق الوقت أدفغني رجزن راضي نصرون الدينين إرجازن بأمثال عمر بن الخطاب وعبيد بن الجراح وأمثال عثمان بن عفان أمثال الصحابة إلا أضير ضربي فلسطين إلا يجعلت ضربين السبان وكان نصر ديني. أما أشباه الرجال وشي مغلوب على أمره. فماذا نقول إثما نكني إثما لا نملك سوى الدعاء. دايما زمر دنيا نشكو إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا.
اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين وأعوانهم الكفرة من أمريكا ومن خاذلهم من بني جلدتنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا نصرك المبين. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اشف صدور قلوبنا. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. هذا وأكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.